الخير والحب عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. حبايبي، هاي الشموع مالتها طبعا مجرد ما فتحتها من الكرتونة العطر قام يفوح بالغرفة، الله شاهد. هاي شكل البومة مالتها، طبعا عنده هواي اشكال بالصفحة، كلش هواي اشكال لمحبي التصوير ومحبي الشموع، كلش راح تنفعكم هاي الصفحة. لان صراحة هاي الشموع باث ان بدي ب25 شمعة معطرة، وهاي عطرها يعني ارخص من باث ان بدي تشتغلون البنية، وعطرها اطيب من باث ان بدي. يعني انا الشمعة اشتريها من باث ان بدي ب25 وب22 مرات وب23، صح تطول مدة طويلة بس كلش غالية مقارنة بالشموع الباقية لان معطرة وماركة، بينما هاي تخلي عطور ماركة بيها ايضا زيتيه، ما تروح العطر من الشمعه، كل ما تعلقيها تفوح، وسام بدون معالقتهن تفوح العطر بالغرفه كلها. فانصحكم بيها لمحبي الشموع. شوفوا هذا الشكل الثاني، هذا شكل الملاك الصغيروني، شوفوا ايش قد كيوت بدور قلبه. وهاي الشكل، وهذا الشكل ايضا، هذا الشكل وهذا الشكل. وهاي العلبة ايضا يعني مثل باث ان بديل مالتها، الغطاء يصير محكم كلش كبيرة. طبعا اتمنى تساهمون برزقها وتدعمون هاي البنوتة، شغلها يجنن وتحفة ومعتنية بأدق التفاصيل. شوف يعني كل شمعة تجي مغلفة بهيجي كيس وعليها لاصق مالتها، فكلش مهتمة بشغلها بأدق التفاصيل وكلش حرصانة على شغلها. اتمنى تدعموها من كل قلبكم وتساعدوها في رزقها، لان صفحة تجنن وتستاهل دعم. بالنسبة لي انا من محبي العطور والشموع، فهاي الصفحة عندي حتصير نمبر 1 بصراحة، لان جدا انا قد مرة واحدة دازيلي قبل هماتين شموع هاند مين، بس صراحة كانت مو معطرة، كانت شموع عادية يعني شمعة حال الشمعة العادية لما نعلقها ما بيها أي عطر، بس هاي تجنن العطر مالتها، مجرد ما فتحتها من الأكياس العطر قام يفوح بالغرفة. فأشكال عنده كلش هواي بالصفحة، بس طبوا الصفحة مالته راح تشوفون جميع الأشكال وجميع الألوان، بس أنا طلبت إنه كل اللون أبيض لأن تعرفوني بعد تواني ويا جميع الفرشات، بس هي عندها جميع الألوان. أيضا تقدرون. شلونكم حبايبي قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. احنا دا اعلمكم طريقة حوض الورد، بس للأسف ما انا خالي الستاند بس ما مصور بالكامل شلون فتحت الورد، وصورت لكم بالضبط شلون نحافظ على الورد. صورة مائلة وبعد يحافظ على شكل الورد أطول فترة ممكن، يبقى عندكم تقريبا أسبوع. شلونكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت فيكم فيديو جديد. طبعا المقدمة كانت دا اشوفكم الشموع اللي واصلتني من بنوتة لطيفة حلوة، اشوفكم البيج مالتها، اتمنى كلكم تروحون تضيفوها وتطلبون من عندها، جاينا الشتاء وكلش حلوة الاجواء بالشموع. هنا الورد اللي عندي الطبيعي دا اشوف لكم اياه شلون احافظ عليه باكبر عدد ممكن، يعني اكبر مدة. فاجيب الورد كله اقصه، طبعا هو ما مبين بالتصوير، طلع ما مصور، فانا كله مصورته عشان بالتفاصيل، بس راح اشرح لكم اياه صوت. اجيب الوردايه الواحده، اقص الجذع مالتها يعني الساق، اقصه بالمقص بصوره مائله مثل ما تشوفون، واخليه كله بالفازه. طبعا يعني هو الساق مو يصير طويل، فاقصه تقريبا اقص ربعه من عنده، واسويه بشكل ماء لما اقصه، واخليه كله بالفازه، وبعدين اخلي له ماي وشويه شكر واحطه بالثلاجه. اهم شي بالثلاجه، ليش؟ لان الورد الطبيعي يريد له ماي ويريد له جو بارد، يعني يريد رطوبه بالثلاجه، فاذا تحطوه برا بسرعه راح يبس، بس لما بالثلاجه ما يبس مده اسبوع كامل. تقدرون تحافظون عليه بهذا الشكل، كل يومين والثالث تقريبا تغيروا له الماي مالته، وايضا ترجعوه بالثلاجه لما تريدون تصورون، لما تريدون تسوون فد اجواء حلوه، لما تريدون تطلعوه من الثلاجه تسووا فد شي، يجيكم خطار شي تريدون تطلعوه من الورد، فعادي تطلعون على قد الحاجة مالتكم، وراها رأسا تطببوه ترجعوه بالثلاجة راح يرجع جديد. يبقى هذا الشيء مدة أسبوع كامل محافظين انتو على الباقة مالتكم، وراها لا ورا الأسبوع حيتلف ويبدي يبس ولازم تذبوه. فهاي الطريقة حلوة، لأن هواية من البنات بالانستغرام يقولون ملاك شلون تحافظين على الورد مالتش مدة هواية، يعني يشوفوني هواي أصور بيه لما أجيب باقة. فهاي الطريقة حفظوها. اهم شي تقصون الساق مالته الطريقة مائلة،
ما إله، انتبهوا وياي، بعد يعيش أكبر عدد ممكن. تمام. وقلت لكم مثل ما قلت لكم أسبوع كامل تقدرون تحافظون على الورد بهذا الشكل، تقدرون تطلعوه كل ما تطلعوه عبالك فريش وهستوكم مشتريه من أبو المحل. ماشي حبايبي، راح نسوي لكم شوية أجواء بالشموع وشوية حركات وحبشكلات. ما أسولف لكم بنات، الريحة تجنن، خرافية. بس هذا راح أطفي انقارت عليه، ما أعرف انقارت عليه والله، ما راح وجه. جنن الريحة، عاشت إيدك وربي يرزقك ويزيدك عمره. انتو بنات أبد لا تقصرون وياها. يا الله حبيتوا الفيديو واستمتعتوا بيه، ولا تنسون حبايبي اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة أهم شي بعد نوصل أكبر عدد ممكن، وأهم شي تفعلون زر الجرس بعد كل شي نزل جديد يوصلكم إشعار. تمام حبايبي، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. أحبكم كلش هواية وأتمنى لكم يوم لطيف وجميل مثل جمال هاي الصور ومثل جمال هذا الورد. يلا حبايبي كتبوا بالتعليقات تحبون الورد الطبيعي لو اصطناعي، إذا تحبون الورد الطبيعي يا لون تحبون ويا لون تفضلون. يلا حبايبي لا تنسون، أرجع وأقول لكم اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة، ودزوا القناة لكل أحبابكم لكل أصدقائكم لكل اللي تعرفوهم بعد نوصل أكبر عدد ممكن من المشتركين، وتكبر قناتنا أكبر وأكبر، وأقوم أنزل لكم فيديوهات أكثر وأكثر. أدري مقصرة وياكم بس استحملوا بس هاي الفترة، وراها أنزل لكم يوميا فيديو. أحبكم كلش هواية وأتمنى لكم يوم لطيف مثل وجهكم الحلو. مع السلامة، لكم يوم سعيد وحلو، أشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.